سانت كاترين انا اول مره روحتها كانت الاكسبيرينس بتاعتي وحشه جدا. تفاصيل صغيرة بتفرق. فلو انت هتروح سانت كاترين روح سانت كاترين لوحدها. اكتر بلد روحتيها حسيتي اني لا دي كانت مثلا في لو اكسبكتيشن عليها وهي اصلا روحتي هناك انبهرتي انتي وبتتحركي، ممكن بلد ممكن مكان. سانت كاترين انا اول مره روحتها كانت الاكسبيرينس بتاعتي وحشه جدا، فانا مش هروح المكان ده تاني خلاص. بس بعد كده عشان برضو خليني اشرح ليه كانت وحشه. انا جربت الرحله اللي هي بتاعه الكومبو ده اللي هو سانت كاترين ونويبع ومش عارفه، بتروح كذا مكان وفي الاخر بتروح تطلع جبل موسى. فالموضوع بالنسبه لي كان مرهق جدا ومتعب وما انبسطتش، ما كملتش حتى طلوع الجبل. بعد كده انا فهمت بقى انا ليه ما حبيتش كل ده. يعني اولا انا طالعه وانا مش لابسه جزمه هايكنج او حتى مش جزمه مريحه، دي ابسط حاجه يعني. اولا مش مرتاحه. يعني الناس اللي طالعه الجبل الاحسن ان انت قبليها ما تفرقش كتير، انت رايح جبل فانت نايم كويس. عندك طاقة، ابسط حاجه. فانا عملت قبليها حاجات كتير قوي وراح في الاخر اطلع الجبل. ناس كتيره حتى بعد ما يطلعوا جبل موسى بيتعب. بيقولوا لا دي تجربه وحشه قوي وانا هطلع عشان اشوف الغروب ولا هشوف الشروق ولا. فانا اعتقد ان كل الناس يعني حصل لهم نفس الموضوع بسبب الاكسبيرينس نفسها اللي هي الطويله دي. فلو انت هتروح سانت كاترين روح سانت كاترين لوحدها. انا بعد كده لما رحت سانت كاترين لوحدها وفهمت وعرفت يعني ايه هايكنج وعرفت مثلا ان انا لازم انا بعمل هايكنج مثلا اكون لابسه لبس معين، الجزمه نفسها تبقى مريحه، الحاجات دي كلها. الوقت الحلو للهايكنج يعني برضو سانت كاترين بصراحة حلوة أكتر في الربيع والخريف، وأنا روحتها السنة اللي فاتت في الصيف كانت حلوة جدا برضو. طب ليه يا جماعة ما بنروحش سانت كاترين في الوقت ده؟ الوديان نفسها وشكل الخضار بيبقى أحلى بكتير قوي من الشتاء. بدل ما احنا طالعين فوق نتكتك بقى والجو برد، طب ليه ما تجربوش اكسبيرينس ان انتوا تروحوها في الوقت يعني في الوقت الصح بدل ما نروحها في الشتاء؟ كده كده ممكن نروح في الشتاء بس ما نروحش مثلا، يعني ممكن نتمشى مثلا في الوديان والحاجات دي، بس ما نربطهاش ان احنا طالعين فوق نتكتك ونبرد ومش هننبسط في الاخر. اللي انت بتقولي لهم ان هو يستمتعوا بجودة الرحلة السفرية، ما تبقوش كوميتد ان انا لازم كل الناس بتطلع في الشتاء فانا هطلع. انت كمان قلتي حاجة يا سارة ان في تفاصيل صغيرة بتفرق. موضوع مثلا ان انا ابقى مجهز للرحلة كويس من ناحية لو في هايكنج فيبقى معايا شوز كويسة، لو في اكتيفيتيز كتيرة في 3 ايام ابقى انا متوقع ان انا ده ممكن يهلك صحتي فهاخد جزء واستغنى عن جزء تاني او اقسمها مثلا على رحلتين. التفاصيل دي كلها بتفرق في الاكسبيرينس كلها بتاعة الرحلة.